السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتدائي. عنوان هذا الدرس: مشروعي التكنولوجي، كيف أصنف الحيوانات. Comment je classifie les animaux. الأسبوع الخامس عشر، الحصة الثامنة. الهدف التعلمي: أتدرب على تصنيف الحيوانات اعتمادا على خصائصها المشتركة. Je m'entraîne à classifier les animaux en me basant sur leurs caractéristiques communes. إذن في هذا الدرس الذي هو مشروع هذه الوحدة الثالثة، سأتعلم كيف أصنف الحيوانات وفق خصائصها التي درسناها في حصص السابقة، مثل الحيوانات الفقارية واللافقارية والمجموعات الخمس الكبرى للحيوانات الفقارية التي تضم الأسماك والزواحف والثدييات والبرمائيات والطيور. إذن لنتابع الدرس. أنطلق، ألاحظ الصور وأعبر. إذن لدي صور مجموعة من الحيوانات، حيوانات تعيش في الوسط الطبيعي. إذن هذا الطفل لديه مجموعة من صور الحيوانات، وأراد أن يلصقها في ملصق، وأن تكون هذا الملصق منظما. إذن سنساعد هذا الطفل على تصنيف هذه الحيوانات وإلصاقها لكي تكون منظمة. إذن أتساءل: كيف أصنف الحيوانات التي أحضرت صورها؟ إذن هذا الطفل يطرح تساؤلا، هو كيف أصنف هذه الحيوانات التي أحضرت صورها؟ أفترض الحيوانات التي لها خصائص متشابهة تصنف ضمن فئة واحدة. إذن سنعتمد في التصنيف على الخصائص كل حيوان على حدة. أختبر، أحتاج إلى. إذن ماذا سنحتاج لكي ننجز هذا المشروع التكنولوجي؟ سنحتاج إلى صور لحيوانات أليفة مثل قط، كلب، خروف، ثم صور لحيوانات تعيش في البحر مثل قرش، تن وحبار، صور لحيوانات تعيش في التربة مثل نملة، دودة الأرض، خنفساء، صور لحيوانات تطير مثل الفراشة والحمامة والخفاش، ثم صور لحيوانات تزحف مثل الحلزون، الوزغة والسلحفاة. ثم سنحتاج المقص واللصاق والورق المقوى وورق أبيض وقلم ومسطرة. إذن المرحلة الأولى أنجز. في المرحلة الأولى أقطع صورة كل حيوان، أجمع الحيوانات حسب توفرها على عظام وعمود فقري، أجمع الحيوانات الفقارية حسب المجموعات التي تنتمي إليها. ثانيا، أرسم جدولا من 4 خانات وألصقه على ورق المقوى، ألصق صور الحيوانات في الخانة المناسبة، أكتب العنوان المناسب للجدول تصنيف الحيوانات. إذا لنتابع هذا العمل كيف سننجزه. أولا سنأخذ ورقا مقوى مسطرا، ثم نكتب العنوان في الآلة: تصنيف الحيوانات الفقارية واللافقارية، ثم نرسم جدولا يضم 4 خانات، خانتان العلويتان صغيرتان والخانتان السفليتان كبيرتان. نلون الإطار الأول بلون، ثم الخانة المقابلة له بلون آخر. نكتب هنا مثلا الحيوانات الفقارية، وهنا الحيوانات اللافقارية، ثم نلصق هنا حيوانات فقارية مثلا الجمل، الفيل، القرش، السمكة، وحيد القرن، التمساح، القط، الذئب،
الحصان. هذه أمثلة قمت بجمعها، ويمكنكم أن تستعملوا حيوانات أخرى غير هذه الممثلة هنا، شرط أن تكون حيوانات فقرية، أي حيوانات لها عمود فقري وعظام. ثم في الخانة الموالية نلصق حيوانات لا فقرية، أي حيوانات لا تتوفر على عمود فقري وليس لديها عظام، مثل الفراشة، العقرب، ديدان الأرض، الدعسوقة، العناكب، السلطعون، النملة، والخنفساء. ثم الحلزون. وبهذا نكون قد أتممنا مشروعنا الأول الذي يضم الحيوانات الفقرية والحيوانات اللا فقرية. في المرحلة الثالثة أرسم جدولا آخر وألصقه على الورق المقوى. إذن هذا الجدول يضم سمك برمائي زاحف طائر ثدي. ألصق صور الحيوانات الفقرية حسب مجموعتها. أكتب العنوان المناسب للجدول تصنيف الحيوانات الفقرية. إذن لنشاهد كيف ننجز هذا العمل. إذن على ورق مقوى نقوم بكتابة العنوان تصنيف الحيوانات الفقرية. نقوم برسم جدول فيه 10 خانات. الخانات الخمس الأعلى صغيرة، والخانات الخمس الأسفل كبيرة. ثم نلون كل إطار بلون مخالف لنبين المجموعات الخمس الكبرى. ثم نكتب هنا مجموعة، مثلا مجموعة الأسماك، يليها مثلا مجموعة الزواحف، ثم البرمائيات، ثم الطيور، ثم الثدييات، وهي المجموعات الخمسة الكبرى للحيوانات الفقرية. إذن الأسماك سنلصق هنا أسماكا متعددة مثل هذه. إذا قلنا أن من خصائص الأسماك أنها تتوفر على حراشف غير ملتحمة ولديها زعانف. ثم الزواحف مثل الوزغة، التمساح، الأفعى، ثم الحرباء. ومن خصائص الزواحف أن جلدها مغطى بحراشف ملتحمة، كما أن بطنها يلامس الأرض. ثم البرمائيات التي تعيش في البر والماء مثل الضفدعة والسمندل وبعض الديدان أو نوع من أنواع الأفاعي التي تعيش في داخل الماء وخارجه. ثم الطيور التي تتميز بجلد مغطى بالريش ولديها منقار مثل الحمامة، البومة وغيرها من الطيور. ثم الثدييات التي تلد صغارها وترضعها مثلا الفيل وباقي الحيوانات الثديية. وبهذا نكون قد صنفنا الحيوانات الفقرية إلى مجموعات الخمس الكبرى، وهي الأسماك والزواحف والبرمائيات والطيور والثدييات. أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب بينها الحيوانات المشتركة لتصنيفي. أعتمد على خصائص التي تجمع
لتصنيف الحيوانات أعتمد على خصائص المشتركة التي تجمع بينها. لتصنيف الحيوانات أعتمد على الخصائص المشتركة التي تجمع بينها. أغني معجمي. تصنيف classification. تصنيف classification. خصائص مشتركة caractéristique commune. خصائص مشتركة caractéristique commune. أستثمر. J'écris les nombres et les groupes de 3 animaux qui ont 6 pattes et 6 antennes. Le nom de l'animal, groupe de l'animal. Abeille. invertébré. النحلة حيوان لا فقاري. موش. الذبابة invertébré حيوان لا فقاري. papillon. الفراشة invertébré حيوان لا فقاري. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.